ما ضل أفخم ولا أرقى من هي الوصفة اليوم اللي رح أقدم لكم إياها من ألذ وأطيب أنواع البسكوتات، أو فيكم تعتبروه كوكيز على نكهة بيتي فور على نكهة سابلي. من أطيب وأخف وأهش الوصفات، كتير سهل وكتير طيب، وبتقدروا تعملوا منه كمية منيحة وتحفظوها ببوكس لوقت التقديم، بضل عندكم فترة طويلة وما بصير له أي شيء. يلا معي خلينا نحضر الوصفة سوا. بوعاء رح أضيف 250 جرام من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة واتنين بيض، كوب من السكر البودرة المنخول. رح أخلط كتير منيح لحتى تتجانس عندي المكونات ويختفي عندي السكر. بعدها رح أستمر بالخفق المستمر على سرعة عالية مدة 3 دقايق، وبعدين رح أضيف ربع كوب من الزيت النباتي. وهلأ بدنا نخلط كتير منيح المكونات مع بعض لحتى يفتح عندي لون الخليط ويتضاعف شوي حجمه. بندخل على المكونات كوب من النشا، وببتدي أحرك لحتى ما يتطاير عندي النشا. طبعا بتقدروا تستخدموا الخفاقة، لكن هون أنا استخدمت الملعقة السيليكون بس لحتى ما يطير عندي النشا. وهلأ هون رح أبتدي أضيف الطحين. أنا هون أول شي ضفت كوب من الطحين، لازم تنخلوه كتير منيح، وضفت عليه يا دوب معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما بدي كتر بيكنج باودر لأنه أنا ما بدي العجينة تنفش معي بالفرن وتغير شكلها. بلم العجين لحتى تختفي أول كاسة، وبعدين برجع بدخل كاسة تانية وببتدي لم العجينة لم. هلأ هون بدي أحكي شغلة كتير مهمة صبايا، خدوها قاعدة لكل أنواع البيتيفورات والبسكوتات والسابلي، وحتى كمان للمعجنات. كمية الطحين طبعا بتختلف من وصفة لوصفة. يعني الطحين عندي امتصاصه للسوائل بيختلف من بلد لبلد، لهيك لازم الطحين دائما تضيفوه بالتدريج. هلأ أنا بعد ما ضفت كوبين من الطحين على المكونات، فصلت العجينة لقسمين. القسم الأبيض طبعا هي العجينة هون عندي إياها بتلزق كتير، ضفت عليها حوالي 3/4 الكوب لحتى حصلت على عجينة طرية مثل ما ظاهر معي بالفيديو. أنا لا بدي عجينة تكون قاسية كتير ولا بدي عجينة تكون كتير لينة. والقسم الثاني ضفت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو المر، ورجعت كمان ضفت عليه تقريبا نص كوب من الطحين. برجع وبقلكم الطحين حسب ما تلم معكم العجينة. صارت عندي العجينة جاهزة. هلأ أخذت ورقتين من البارشمنت بيبر، فردت عليها العجينة مثل ما واضح معنا بالفيديو. إذا ما كان عندك بارشمنت بيبر بتقدري تفردي العجينة بين كيسين نايلو كمان بيمشي الحال. استخدمت القطاعات اللي ظاهرة معنا بالفيديو. طبعا حطيت الكتر بشوي من الطحين لحتى ما يلزق معي، وهيك صارت عندي الأشكال جاهزة. حطيتهم على صينية مبطنة بورق البارشمنت بيبر اللي هو الورق الخاص بالخبز. بحمل الفرن على درجة حرارة 160 لحتى يحمى معي، وبعدين ببتدي دخل البيتي فور. شوفوا ما شاء الله أشكالهم طلعت ولا أروع من هيك. بتقدروا تستخدموا أي قطاعات، مو بالضرورة القطاعات اللي أنا استخدمتهم بالفيديو، بتقدروا تعملوا أكتر من تصميم وأكتر من ديزاين. هلا بالنسبة لعجينة الكاكاو صبايا، أنا حطيت الكتر بشوي من الكاكاو تمام لحتى ما يلزق عندي، وهيك كانت عندي الأشكال جاهزة. وهي الكمية ما شاء الله عملت لي كمية منيحة. ومثل ما قلت لكم بتقدروا تحتفظوا فيهم لفترة طويلة ببوكس، ما بصير عليهم أي شيء. هلا بدخلهم على فرن حامي مثل ما حكينا على درجة حرارة 160، ما بياخدوا معنا وقت أبدا. ودائما حطوا مع عجينة الشوكولا، حطوا كم حبة من العجينة السادة لحتى تشوفوا درجة الاستواء. أما بالنسبة للتزيين، هون دوبت عندي شوكولا دارك وزينتها مثل ما واضح معكم بالفيديو، وزينت كمان بقسم من البيتي فور بالشوكولاتة البيضاء، وآخر نوع دمجت بين الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة الدارك لحتى طلعت عندي شوكولا بالحليب، طلع لونها مثل الكراميل، وزينت فيها البيتي فور. طبعا بعدها بس لحتى أسوي السطح تبع التزيين بخبطهم هيك خبطة بسيطة لحتى يطلع معي سطح البسكوت مرتب وما في أي فقاقيع يعني. وشوفوا ما شاء الله المنظر خيال، أما الطعمة ولا أروع من هيك. جربوا الطريقة وأكيد رح تعجبكم. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك سبسكرايب وشير، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.